بيأجرني لاصحابه، كل يوم الساعه 7 المغرب بيروح ويقول لي جهزي نفسك عشان جاي لنا ضيوف، وانا جاهز البيت واجهز نفسي، والاقيه جايب صحابه وبياخد من كل واحد الفلوس ويقول لي خشي، وانا اقول لهم لا، واقول لجوزي لا ويضربني ويهني ويدخلوني عافيه. بيتكاتروا عليا وبيكلم صحابه بيعتدوا عليا. ده مش راجل ولا يعرف حاجه عن الرجوله. انا عرفت من نفسي، انا اهلي ميتين، انا يتيمه. هو انا علشان يتيمه بيتعمل في ايه كده؟ طبعا يا جماعه البنت اللي طلعت ديت، الكلام اللي بيحصل ده موجود وحقيقي، يعني ده فعلا بيحصل. في رجاله بتعمل كده، وفي رجاله بتعمل اقوى من كده، وفي ناس بتكلمني بتقول لي جوزي بيبقى عايز يخليني يكلم الشباب عشان يعملوا معايا كده. ده موجود يا جماعه، واقع وحقيقي. تمام، الله المستعان. لكن ما ينفعش ان بنت حتى لو بتحكي، سواء حقيقي الكلام ده او مش حقيقي، ان انت تطلعي وتتكلمي وتحكي وتقولي بالطريقه دي. انت برضو امراه وبنت، ما ينفعش ان انت تطلعي تتكلمي بالطريقه ديت وتقولي القصه بالطريقه ديت حتى لو الحاجه دي حصلت. ما ينفعش. تمام يا جماعه. لكن الكلام ده يا جماعه موجود وكلام واقع. ما هو يا جماعه من كتر بعدنا عن الدين وعن كتاب الله وعن سنه النبي صلى الله عليه وسلم وصلنا اللي احنا فيه ده. خلاص بقى الراجل ديوس، ما يعرفش يجيب ما يجيبش، اهم حاجه عنده القرش والفلوس. في ناس كتير يا جماعه ديوس. النبي صلى الله عليه وسلم قال الديوس الذي لا يخاف على عرضه. ديوس. فسبحان الله يا جماعه. وده يا جماعه الواقع اللي احنا وصلنا له من كتر البعد عن الدين. كل ما الانسان بيبعد عن الدين خلاص هو مش شايف الحلال، مش عارف ده حرام ولا حلال ولا ده صح ولا ده غلط. هو مش عارف حاجه. ليه؟ بعيد عن ربنا، قلبه اسود، قلبه خلاص عليه ران. الله عز وجل قال كلا بل ران على قلوبهم. خلاص القلب مسود، مش عارف هو ده صح ولا غلط ولا ده حلال ولا ده حرام. اللي انا عايزه يا جماعه، عايزين نرجع لربنا ونتقي الله عز وجل ونعرف الحلال من الحرام، عشان والله العظيم يا جماعه ساعه ما هنموت هتتمنى ان انت ترجع الدنيا تاني عشان تعمل كل حاجه صح. قال تعالى حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. يا رب رجعني، أنا عرفت الصح من الغلط. لكن الله عز وجل يقول كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ربنا يستر يا جماعة ويصلح حال شباب المسلمين وبنات المسلمين ويسترها علينا وينجينا يا رب العالمين. جزاكم الله كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.